السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات باللي كتجي لي طبخ والحلويات. بسبوسة الشوكولا هي وصفتنا المقترحة لنهار اليوم من معسلات شهر رمضان المبارك. وصفة رائعة، يعني بسبوسة مشربة للقلب مثل ما تلاحظوا، هشة وخفيفة وبنينة لأصحاب المشاريع، كذلك لربات البيوت، لكل مهتمين بصناعة الحلويات. نقترح لكم هذه الوصفة الناجحة 100%، وصفة تجارية وكذلك للبيت، مشربة مثل ما تلاحظوا للقلب وخفيفة كثير وهذه مقاديرها. تلقاو كذلك المقادير في الديسكريبشن في الفيديو. نبداو في الوصفة. في وعاء نضع مقدار 250 ملل من الزيت النباتية، نضيف لها 250 ملل من شوكولا أو حليب بالشوكولا، أي ماركة تفضلوها. أنا عملت هذه 250 قلت حليب بالشوكولا، و125 غرام من السميد الخشن، لازم يكون سميد خشن بالنسبة للبسبوسة. نخلطهم جيدا هكذا باستعمال الفوي جيدا، ثم نغطيو عليهم بالبابي فيلم. هذا هو السميد اللي استعملته خشن. نغطيو بابي فيلم والى الثلاجة مدة ليلة كاملة إلى 24 ساعة. أنا خليتها لمدة 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة في وعاء آخر نضع 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. 5 بيضات يكونوا كبار، رشة ملح وملعقة صغيرة فانيليا. نطلعوهم جيدا، يعني قليلا نسلي جيدا حوالي دقيقة بالطراب أو الخلاط الكهربائي. طلعوا شوية البيض تاعنا، ثم نضيفوا له 250 غرام من السكر الأبيض حبيبات أو سكر كريستاليزي. في هذه المرحلة أهم مرحلة في هذه الوصفة. نطلعوا جيدا السكر والبيض اللي هما 5 بيضات مع 250 غرام من السكر الأبيض من 7 إلى 10 دقائق، يعني نفس الزمن اللي يعني نستعملوه في صناعة الجنواز. لازم حتى يتضاعف حجم البيض 3 مرات هكذا. نستغنى هنا على الخلاط الكهربائي. وهذا هو المزيج الأول تاعنا، تاع السميد والحليب بالشوكولا والزيت. بعد مرور ليلة كاملة إلى 24 ساعة نخلطه هكذا جيدا، ثم نضيفه للمزيج الأول، مزيج البيض والسكر هكذا. نفرغوه ونستعين هنا بلا ماغيز أو ملعقة، ونحاول نخلطوا لاباراي تاعنا من الأعلى للأسفل بحركة دائرية حتى نحافظوا على قوام لاباراي، ما نطولوش يعني ما نخلطوش كثير. ثم نضيفوا 125 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض، و5 غرام من خميرة الحلويات أو الخميرة الكيميائية، ونخلطوا كذلك هكذا بحركة دائرية من الأعلى إلى الأسفل. ما نكثروش يعني هكذا الخفق حتى تبقى طالعة لاباراي تاعنا. نكونوا حضرنا صينية الفرن اللي هي 30 إلى 40 سنتيمتر، ندهنوها جيدا جيدا بالمارغرين أو الزبدة. أنا استعملت المارغرين. ثم نضيف فوقها لاباراي تاعنا ونسويوها. نكونوا حضرنا الفرن على درجة حرارة 170 درجة مدة 10 دقائق من الأعلى والأسفل، ثم نطفئه على الأعلى، نخليه فقط الأسفل يعني يسخن جيدا، وندخلوا الحلوة تاعنا ولا باراي تاعنا طيب على 170 درجة مدة حوالي 25 دقيقة، يعني ما تديش وقت كبير. طيب من الأسفل، ثم مدة دقيقتين إلى 3 من الأعلى. لازم تاخذ تحميرة جيدة. نكونوا حضرنا الشربات تاعنا. في وعاء نضع 250 غرام من السكر الأبيض، و500 ملل أو رطل من أو نصف لتر من الماء. نحطهم في على درجة حرارة متوسطة مدة 7 إلى 10 دقائق، ونطفئ عليهم. بعد ما يبردوا شوية نضيف لهم 50 غرام من شوكولا الطلي أو ملعقة كبيرة من شوكولا الطلي. نخلطوا شوكولا الطلي مع الشربة تاعنا اللي تكون بردت، ثم نصفيوها هكذا. لازم نصفيوها ونحطوها بجيه، لازم تكون باردة الشربات. هذه هي النتيجة. قلت 250 غرام سكر مع 500 ملل من الماء إلى النار على 10 دقائق. بعدين بعد ما تبرد نضيفوا لها 50 غرام من الشوكولا الطلي، خلوها تبرد. هنا البسبوسه تاعنا بعد ما طابت خذت تحميره جيده، نشربوها بالشربات اللي تكون بارده، يعني بسبوسه سخونه وشربات بارده. ونستعينوا بملعقه هكا حتى ما تحفرش معنا البسبوسه. لازم نفرغوها كامله، يعني راح تتشرب بسهوله هاد الشربات. نخليوها مده نصف يوم حتى تشرب جيدا. بعد مرور نصف يوم أو حتى 6 ساعات، أقل شيء 6 ساعات، نحضروا لاكاناش دو شوكولا تاعنا. نحتاجوا هنا 150 ملل من الكريمة السائلة اللي فيها 35% 30 إلى 35% من المادة الدسمة. نضيفوا لها 150، نحطوها تغلي. بعد ما تصل غلية نضيفوا لها 150 غرام من الشوكولا بالحليب. نذوبوا الشوكولا مع الكريمة السائلة
يعني حتذوب بحرارة الكريمة السائلة، ثم نضربوها هكا نخلطوها بالباتور برا ميكسور حتى نحيو الحبيبات اللي فيها. من جهة أخرى نخليوها تبرد، لازم نخليوها تبرد، ما لازمش تجمد، تبرد فقط. من جهة أخرى في وعاء نضع كأس إلا ربع الكأس من بودرة الشونتي مع كأس إلا ربع كأس من الماء البارد، يعني 150 تقريبا 150 شوكولا شونتي بودرة الشونتي و150 مليلتر من الماء البارد. نطلعهم جيدا من السرعة الأولى إلى السرعة الثالثة حتى تطلع جيدا الشونتي تاعنا هكذا. لازم تكون باردة الشونتي. تحصلوا على كريمة الشونتي. هنا في وعاء آخر نضع الكاناش تاعنا تكون بردت لكن بقات يعني سائلة نسبيا، بدات تثقل، ما نخليوهاش تجمد، ما لازمش نخليوها تجمد، ما نخليوهاش تثقل تماما، يعني هي تطرى ما تجمدش ولكن تطرى. نضيفوا لها بودرة الشونتي اللي كنا طلعناها. هذه الكمية راح تجيكم سوا مع البلاطو والبوشاج، يعني ليسيو البلاطو وكذلك نعملوا البوشاج. نطلعوا جيدا كريمة الشونتي مع لاغاناج دو شوكولا تاعنا سرعة أولى ثم السرعة الثانية حتى يتمازج المزيج، يعني ياخذ لون موحد، وتطلع معنا لاغاناش هذه اللي بالشونتي. وهذه البسبوسة تاعنا بعد مرور أنا خليتها نصف يوم، يعني حوالي 12 ساعة. نستعين هنا بالاسباتيولا أو سباتيولا ونعملوا الليساج تاعنا، نعملوا طبقة مليحة، نخليو فقط يعني كمية على جال البوشاج من الفوق فقط، الباقي نحطوه فوق البسبوسة. يعني هنا بسبوسة الشوكولا بغناش الشوكولا بالشونتي، يعني رائعة جدا وبنينة كثير. تقدروا تعملوها يعني يعني الكريم هنا والغناش تعملوه او لا كوفرتور تعملوها اقتصادية فقط بالكريمة الشونتي وشوكولا طلي، يعني طلعوا الشونتي حوالي 400 غرام من الشونتي، تضيفوا لها 2 ملاعق إلى 3 ملاعق كبار من الكريمة أو شوكولا الطلي، 2 إلى 3 ملاعق من الكاكاو، وتطلعوهم جيدا وتعملوا لا كوفرتور للبسبوسه تاعكم. من هنا نستعمل الغاناش والكريمة الشونتي. نقصوا البلاطو تاعنا هكذا إلى 18 انقطاع بالطول ولا العرض. بالطول على 10 سنتيم، يعني تحصلنا على 3 أعمدة كل عمود طوله 10 سنتيم، وفي العرض كل قطعة فيها 6.2 سنتيمتر، 18 قطعة. هنا الشونتي اللي بقات لي أو الكناش اللي بقات لي حطيتها في المجمد، طلعت يعني جمدت قليلا ثم طلعتها بالباتور وحطيتها في ان بوش ادوي هكذا وعملت دي غوزاز. وفي الأخير آخر مرحلة هي التزيين بالكراميل. هنا استعمل كابريس، يمكن استعمال توفي، يعني هنا الكابريس لونه غامق راح يكسر اللون البني للغاناش تاعنا. نعملو هكا دي خطوط أو دي تري. نكونوا كملنا تزيين أروع بسبوسة بالشوكولا، ممكن تذوقوها لسهرة رمضان كذلك للأيام العادية، للضيوف، للمناسبات ولأصحاب المشاريع. يمكنكم تبيعوا قطعة ب100 دينار اللي هي 10,000 إلى 12,000. وفي الأخير نقول لكم شهية طيبة.